السلام عليكم الأصدقاء ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. صراحة كنا تأسفنا على الخبر ديال الإصابة ديال أمين حارث. أنا بغيت نعطي رأيي الشخصي على الفيديو ديال أمين حارث، أن فعلا كاين مشكل كبير، وهو أن اللاعب ديال موناكو كان متعمد الإصابة ديال أمين حارث، والدليل أن المدرب الفرنسي مباشرة عيط عليه بحال إلا زعما ما فهمتش أنا الفرنسيين علاش ما كيحملوناش، علاش متعمد أنه يهرسو. وشوفوا الفيديو مزيان وتبعوه، ان لاعب موناكو متعمد انه يهرس امين حارث ويحرمه من العرس العالمي. فبالنسبه ليه هو اخيرا خرج بتصريح انه ما كانش قصد شي حاجه من غير انه يلعب كره، ولكن سيدي كره ما كتلعبش بديك الطريقه، خصوصا ان اللاعبين مقبلين على كأس العالم. انت نويتي انك تهرسو، وبحكم هجموا عليه المغاربه في الكونت ديالو. المهم اللي مطلوب منا حنا كمغاربه باش نضامنوا مع ولد بلادنا اننا نمشيو للكونت ديال هذا الفرنسي هذا ونسينياليو الكونت ديالو ونهاجموه في التعاليق، حيت فعلا احنا متضامنين. اقل حاجه غنديروا للتعبير على الغضب ديالنا من داك السلوك اللي دار هذا اللاعب هذا. فكنتمنى ديروا جيم الفيديو باش يطلع، باش يبان لجميع المغاربه وجميع المتضامنين مع هذا النجم هذا ديالنا امين حارث.